أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: مدينة مغربية تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب. لكن قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل ولله الحمد، فكما كان متوقعا فقد عرفت بلادنا المغرب مجموعة من التساقطات المطرية، وفيما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية. حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، فقد سجلت بمدينة شفشاون 78 ملم، بمدينة طنجة 41 ملم، تطوان 36 ملم، إفران ومكناس 29 ملم، الجديدة 28 ملم، فاس 27 ملم، سلاوة تازة 22 ملم، سيدي سليمان، القنيطرة، الدار البيضاء وبن سليمان 18 ملم، الرباط وتيت مليل والعرائش 17 ملم، نواصر 14 ملم، المحمدية 12 ملم، الحسيمة 11 ملم، وجدة 10 ملم، سطات وأسفي وخريبكة 9 ملم، بني ملال 8 ملم، الصويرة 5 ملم، الناظور 4 ملم، تيزني 3 ملم، بنقرير، قلمي، مراكش وتكركوست مليمتر واحد، الصاورة، الميناء، إنزكا، سيدي إفني، أكادير وطنطان أقل من مليمتر.